سلام الأحباب، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. وصفة اليوم اللي هي العيش الحار. عيش الحار ينحي الأضرار تاع الصح، يعني رائع. لو تبعوا الوصفة بالتفصيل راح يكون فيها الفيديو هذا قداش من وصفة. الرخساس والبوفجوخ اللي دائما تسألوني عليه، طريقة تحضيره راح نعطيها لكم اليوم. والعيش بالتفصيل الممل من اليوم يا مدام يسموك ديري العيش تاع الحراير تاع الحراير تاع الحراير. الله يبارك، جا يهبل يهبل يهبل. يعني بمكوناته الأصلية للعيش البسكري. تبعوا معايا طريقة التحضير. يلا تبعي معايا مدام ورقه وستيلو. يلا نبداو على بركه الله. بسم الله. في لاكوكوط جيبي كميه مليحه زيت، واحد الفنجان تاع الزيت. اللحم ولا الدجاج كيما حبيتي ديريه ديري، حنا نديروه بالدجاج يواتيه الدجاج. زيدي جيبي المهرس تاعك حبيبتي، واحد الراس تاع ثوم. الله الله، درت لا كونتيتي كبيره، انا درت هذيك لاكوكوط كامله كيما شفتوها معمره. درت قرن واحد برك باسكو فري حار هذا، وراح ندير من بعد بوفجوخ. راس فلفل هرسيه مع الثوم وشويه ملح. قلي مليح هذاك اللحم تاعك، قليه مليح اللحم ولا الدجاج. انا باسكو جاي نظيف سي بوغ سا كثرت اللحم وكثرت الدجاج. وبعد ما تقلي سيدتي مليح اللحم تاعك في هذاك الزيت، ضيفي هذا البوكي. انا درت فيه الكرفس والدبشه، ربطيه هكذا بخيط ولا يكون اسي كيما هذا نظيف، حطيه مع اللحم. نروحوا الان للفرماس. الفرماس هو المشمش المجفف والطماطم المجففه، طلعتهم من البلاد. وريقات راني نوري لكم المكونات اللي يعني درت انا. التوابل درك نذكرهم لكم بالتفصيل الممل. الفلفل كما قلت لكم نحيلو الزريعه وهرسيه مع الثوم وشويه ملح. وزجت كلش، الفول، الحمص، الخردل، الدبشه، يعني كل المكونات راهي على عيني. الطماطم المصبره كلش حطيها قدامك باش ما تنسي ولا حاجه، كل النظام هو الصح. الان حبيبتي في المرحله هذه ضيفي الحمص كميه مليحه وحبيبه خردل. قليل اللي يديروا الخردل، كاين اللي يدير كاين اللي ما يديرش. انا ماما ربي يرحمها كانت تدير الخردل، هزيتها عليها حبيبه برك، تزيد طعم ولا اروع. جربيها بالخردل وردي لي بالخبر. من بعد ضيفي الثوم تاعك اللي كنتي هرستيه مع الفلفل اللي هرستيهم بالمهرس. التوابل اللي هما، واكدوا لي حبيباتي على نفس التوابل اللي راح نذكر الان، يعني لازم التوابل نفسها. ملح، فلفل اسود، فلفل عكري، فلفل الاحمر يعني، راس الحانوت، البسكري، الزنجبيل، كركم، فلفل مهرمش، الكرويه، القنطس. القنطس تابل يتباع عند العشاب، انا نديرو باودر يعني نديرو مرحي، قنطس مرحي هو اللي يخليه يوزوز ويجي روعه روعه فيه هذيك الحموضه وزويزه كيما نقولوا في العيش. حنا نديروه في العيش وفي في البطاط. ومن بعد ضيفي الفرماس والطماطم المجففه وريقات تاع رند. ضيفي كميه مليحه تاع الدبشه هكذا مقطعه يعني من الاول، يعني تكتكيها كما نقولوا، خليها تتقلى. الطماطم المصبره واحد 2 ملاعق ونص طماطم مصبره، باسكو لا كوكوط كبيره يحب الطماطم اللباطه كما نقولوا، طماطم مصبره. ثاني 3 حبات طماطم مرحيه ثاني كبار، تاع طماطم حب خضراء يعني. ونأكد حبيبتي برك الطماطم المصبره لازم تكون من النوعيه المليحه باش يجيك العيش رائع، يعني باش يجيك العيش مليح بنين لازم الطماطم تكون من نوع رفيع. بعد ما تقلي جميع المكونات مليح امرقي بالماء كما درت انا. شللت هذاك تاع طماطم، الاشواغ تاع طماطم، شللت المهراس تاع الثوم، وغلقي لا كوكوط تاعك، يعني عمريها مليح على حسب الكميه اللي حبيتها نتيا. نروحوا الان لوصفه البوفجوخ اللي دائما تسقسيوني عليه. البوفجوخ البسكري اللي دائما في جميع اكلاتنا التقليديه البسكريه. نقول لكم البوفجوخ كاين اللي يعرفوا كاين اللي لا. هو عباره على فلفل كيما راكم تشوفوا فيه مرقد مهرس. طريقه التحضير تاعو كيفاش؟ كاين اللي يهرسوا في المهراس كيما بكري، وكاين دركا زعما تقدم ولاو يديروه في اشواغ، يعني اسهل طريقه يعني في الاشواغ. بصح في المهراس خير، انا نعطيكم الطريقه القديمه. يعني جيبي المهراس ديري فيه واحد الراس تاع ثوم، راح نعطيكم قيس تاع يعني مقادير مضبوطه. تبعوا معايا. في كيلو تاع فلفل عربي هذاك تاع بسكره، فلفل عربي الحار هذاك، حاولي تنقيه تغسليه مليح، تنحي له الزريعه ماكسيموم، يعني من المستحسن تنحي له الزريعه تاعو. في المهراس هذاك ديري واحد الراس تاع الثوم، هرسيه مع 2 ملاعق ملح خشن. بعد ما تهرسي الثوم والملح مليح، ضيفي هذاك الفلفل على 3 مرات، يعني هرسي هذاك الكيلو على 3 مرات وحطيه في علبه، يعني تقدري من بعد تغلقيها ولا في بلاره تاع زجاج. وفي هذه الكميه ديري كاس تاع خل، كاس خل ب2 كيسان ماء في كيلو تاع فلفل العربي، ومضاعفين المقادير. هذا هو البوفجوخ البسكوت. وهذا البومنقوع نفس طريقة التحضير تاع البوفجوخ، لكن الفلفل تقسميها على 2 ما تهرسيش. هذا هو البوفجوخ البومنقوع.
نروحوا الآن للرخساس المبسّس، حنا ناكلوا العيش بالرخساس المبسّس، تفاجأت يعني في les commentaires قال لك حنا ما ناكلوش الكسرة مع العيش، كل منطقة وكيفاش، أنا نحترم كل مناطقنا ومرحبا بكم كامل. حنا الرخساس يطيب قبل العيش، هذه هي، لازم يعني العيش تاع الصح الحُر يتابعوا كيما نقولوا الرخساس المبسّس. طريقة التحضير تاع الرخساس تاعي راني ديجا درتها وراهي شاعت وراهي معروفة وصفتي يعني عند الناس الكل. أنا كيما راكم تشوفوا مبسّس مليح الرخساس تاعي، نلمّو مرة واحدة المبتدئات يعني لمّي رخساسك مرة واحدة يعني ضيفي الماء مرة واحدة ويكون طرية العجينة كيما هكذا ومبسّة مليح. وباش ينجح لك رخساسك ويجيك رائع يعني ومبسّس وبنين وبنة الكاطو، أمحريه مليح، أمحريه مليح، يعني حكيه بين كفوفك مليح على الأقل 10 دقايق وأنتِ تمحريه فيه، ومن بعد أعجني عادي ولمّي. وعلموا بناتكم مادامهم صغار العجين، أعطيوهم عجينة صغيرة وعلموهم يعجنوا باش ينوضوا على العجين، كي تشوف ماما هكا تعجن تتعلم لك العجين وهي صغيرة. نشفى روحي أنايا 7 سنين نطيب الرخساس، يعني ماشي تاع حراير بصح نطيب. فرحانة ليليان حطيتها حدايا وريت تتعلم طيب رخساس، طيبتها لها وكلاتها وعجبتها. المهم هذا هو الرخساس تاعي، شوفوا كيفاش يجي، يعني هذوك تشوفوا كيفاش يخرج ولا اروع، يجي بنة الكاطو بنين. حبيتي الوصفه بالتفصيل اهبطي لتحت، كاينه وصفه الرخساس ولا في اليوتيوب، قناتي اللي هي روتينات بسكريه بلندن. هذا كنت مزروبه يعني هكذاك وجا رائع مبسس، اقسم بالله غير صاحب فيصل يشكر ويعاود، قال له بنة الكاطو يعني رخساس عليه الكلام. تبعوا برك المقادير طريقه التحضير راهي في اليوتيوب. نرجعوا الآن للعيش تاعنا، نفتحوا لا كوكوط بعد ما يطيب اللحم والحمص، والآن رايحين نضيفوا الفول. الفول كون طيبيه مع الأول يطيب بزاف يقعد ما يبانش. شفتوا العيش على واه صعيب، طيب ماشي يروح وطيب برك، كنت تروحي كلش مع بعضاه يطيب بزاف الفول يولي ما يبانش، يعني ما تتخلط الفول مع البطاطا تولي الخضر ما تبانش. دروكا تشوفي أنا كلش يعني الحمص حمص والفول فول واللحم لحم والبطاطا بطاطا. أنا ضفت هنايا كيما نقولوا الفول، ضفت البوفجوخ والبو منقوع، وضفت حبيبة بطاطا مقطعة هكذا صغيرة، باسكو حتى البطاطا ثمثم طيب ما فيها حتى روح، لوحيها مع الفول. كي يطيبوا ثمثم يعني واحد 5 دقايق كي يطيبوا، انايا هنا فتحت لا كوكوط ونحيت اللحم، نحيت الكرافس هذيك، خليت بصح كل المكونات يعني الحمص والفول والبطاطا والخردل خليتهم في المرق هذاك، ونحيت غير اللحم والدجاج. من بعد ضيفي واحد النص تاع بول تاع شوربه، العيش يكون مغسول مليح مليح كيما نقولوا غسليه مليح، لوحيه في هذاك المرق وخليه يطيب. وذوقي البرمه تاعك شوفيها واش خصها، انا خصها شويه طماطم، زدت لها واحد النص ملعقه طماطم مصبره، نتيا عينك هي ميزانك. كيف غلقت عليها كنت مزروبه كيما قلت لكم راح نمد العشاء لصاحب فيصل. شوفوا العيش كيفاش بدا هنا بدا يطيب، مازال ما طابش مليح باسكو الحب يعني ياخذ وقتك داك واحد نص ساعه، خليه يطيب، افتحي لي لا كوكوط وخليه يطيب يكمل طيابه هكذاك ولا كوكوط مفتوحه. المرحلة الأخيرة والمحببة عندي بعد ما يطيب لك العيش تاعك ويخثر، المرحلة الأخيرة ضيفي هذاك الفلفل الكاوجة باش ما يجيكش حار، كان يضيفوا مع الأول اللي يحمل الحار يعني، أنايا ما نجمش الحار بزاف نضيف كلش في الآخر. الدبشة الفلفل كيما نقولوا هذا العربي، ضيفي الفلافل اللي عندك. وهذا هو العيش تاعنا كيفاش خرج. شوفوا لي القوام، شوفوا لي العيش عيش، الفول فول، ما طاحش كلش يعني، كون طيبي كلش مع بعضها وتغلقي عليه لا كوكوط كلش يطيب لك كيما نقولوا زبده ويولي ماشي عيش، يولي مش عارفه انا سوبه والله. شوفوا كيفاش البطاطا الله الله ما لوحتهاش مع الاول كيما الفول. تبعوا برك الوصفه بالتفصيل، راني نشرح كيما تعرفوني بالتفصيل، مو ملكي شغل راكم بناتي ولا اخواتي نعلم فيهم والله العظيم من قلبي. تبعوا برك مليح سورتو التوابل وطريقه التحضير ماشي ارواح ودير العيش. هذا هو شكله النهائي. التزيين اختياري حبيبتي، حنا نديرو الدجاج كيما نقولوا صدر الدجاج تفتفتيه من الفوق، نتيا كيما حبيتي حبيبتي زيني هذه دارك والبرمه برمتك والقصعه قصعتك وديري واش تحبي. اما الرخصيص الله الله المبسس، واش نقول لكم صاحب فيصل يشكر ويعاود، قالوا انا ما نحبش العيش بركوكس، هما يقولوا له في الجي، قالوا انا ما نحبوش بصح تاع مرتك قال له قمه. ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وان شاء الله تكونوا فهمتوني على وجه ربي، ديروه كيما درتو انا. واللي ما فهمتش حاجه يا اختي كتبي لي في لي كومونتير راني هنا، حبيتكم تطبقوه بالطريقه هذه وتردوا لي بالخبر. عايش وعليه الكلام، اليوم يسموكم معلمه تاع عيش، من اليوم يحمر لك وجهك. ومدي كيما نقولوا دائما احنا العيش نمدوه صدقه، كيما نقولوا خرجي من العيش مدي وما تخافيش.
هذه هي حبيباتي، والله غير راني تعبانة ونشرح لكم كي شغل خياتي، دعوة خير فقط، وكلمة طيبة وكومونتير وجيم وبارطاج كيما نعرفكم. شوفوا كيفاش راني ناكل فيه، كليتو على نهارين، انا ما نكذبش عليكم، كليتو على نهارين، فيصل ثاني كلي على نهارين، جا ولا اروع، مع شويه حليب، ربي ورحمته. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله. تهلاو في رواحكم، في امان الله، سلام.